بعض المواقف في حياتنا بتحصل في الوقت المناسب، بتخليك تسأل نفسك هو ايه هو الوقت المناسب؟ هو احنا عايشين في عالم افتراضي ولا ايه؟ تعال نشوف. بس قبل ما نبدأ، لو لسه ما اشتركتش على القناة اشترك وفعل الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا دايما. الراجل المتشرد ده حب يسرق حاجة وافتكر ان محدش شايفه، بس السرينة خلته يرجع كل حاجة في مكانها. ايوه ارجع كده. الطريقة دي هي الصحيحة عشان لو وقعت تقع وانت على وضعك وحافظ مركزك. ده ما وقعش، ده تكيف على الوضع اللي هو فيه. اللعبة دي انا عارف انها حظ اكتر من مهارة، بس اللي شفته دلوقتي دي مهارة غير طبيعية. ايه احساسك وانت ماشي كده ويقع قدامك جزء من السقف قدامك على طول؟ المفروض تسجد في مكانك وتشكر ربك على اللي كان هيحصل. الراجل ده في تحدي انه يوصل الكرة في نقطة السنتر في الملعب. ازاي الكلام ده؟ انا بعد الفرمله المحترمه دي بنصح اي حد هيجيب تريلا يجيب نوع الفولفو، عشان دي مش فرامل، ده كأن واحد مسك التريلا وقفها بايديه. الحركه دي انا شفتها في فيلم ماتريكس. انا لو وطيت بالطريقه دي هيجيلي الغضروف، ربنا يديلهم الصحه. بص على المقلب ده كده. انت محتاج اكبر شوية من الفاس ده عشان تنزل الشجرة، بس ساعات الجري في المواقف دي بيكون الحل. مسك الطابة ولا كأنه سبايدر مان. ايه السرعة دي؟ الست وقفت متفاجئة بسرعته، اكيد خد رقمها بعد الحركة دي. لما تلعب جيم ما تلعبش بضمير قوي لدرجة انك تموت نفسك. خليني اقول لك، لولا الناس اللي لحقته كان زمان الوحش ده في خبر كام. الراجل ده حظه حلو قوي ان سواق العربية الكبيرة صاحي وكمان في مطرة. بيقولوا دايما بلاش تضحك في وش التمساح، بس هتعمل ايه لو التمساح هو اللي ضحك في وشك؟ يا ساتر. بضاعتكم ردت اليكم. الراجل ده ما كانش بيعرف يرجع بسرعة لحد ما عدى بالموقف ده. موقف يعلم اي حد الصراحة. بيقولوا صاحبك الحقيقي هو اللي فاهمك، لا، هو صاحبك الحقيقي هو اللي قلعك الجاكيت في الوقت المناسب. لما تكون سايق وتشوف حد داخل عليك يخبطك وتقول مش وقته خالص النهاردة، اهو هو ده اللي حصل. بعد ما كان هيعمل حادثة في المية الواسعة دي، متهيالي هيفكر ينزل المية بعد كده بمركب أكبر. المهارة دي اللي مخلياني مش عايز ألعب كورة لحد دلوقتي، لعيب الصراحة. على فكرة جات معاك حظ، لما يكون عايز يقولك إنك مش شخص صباحي تماما. سرعة الرد الفعل هنا غريبة جدا. اهو الموقف ده بقى يعلمك فعلا ان فلوسك حلال. في حد يلعب كده بالموبايل اصلا؟ الموبايلات عندكم ببلاش ولا ايه؟ ممكن ما تعملش صوت لو خفت، بس الخروف ده عمل دخلة لازم تخاف منها. متهيالي ده سبب كافي عشان ترجع لهم في البيت وتقول لهم انك مش هترمي الزبالة تاني. لو هترمي مسؤولية عيالك على السواقين في المروح من المدرسة، اتأكد ان هم سواقين بالروح دي في الخوف على ولادك. لما تكون عندك سرعة رد فعل زي كده، صدقني احسن بكتير من انك تكون لابس طاقية تحميك على راسك. بدل ما يعمل حادثة اخترع طريقة جامدة جدا عشان يفادي اللي قدامه. لو لعبها بايديه مش هتيجي بالدقة دي. لما تكون عايز تلعب رياضتين في نفس الموسم هتبقى عامل زي الواد ده كده. ولا مايكل جاكسون في المون ووك. نقدم لكم اول مكنه تقلعك الجاكيته وانت مش حاسس. والله لو حرامي مش هيعرف يسرق الجاكيت كده. الفيديو ده اثبت للراجل ان اليوم ده مش يومه اصلا. اول مره اشوف حد يدخل الدخله دي في البنزينه. ايه يا ابن الحرفانه دي؟
الراجل ده كان بينه وبين ضياع مستقبله شوية هوا حرفيا. الراجل ده دخل عكس، بس حظك وحش قوي لما تلاقي البوليس وتشريفة في وشك. المفروض ينزل يسجد سجدة شكر لله دلوقتي، لما تكون داخل الحمام وتلاقي نفسك في السوبر ماركت بالغلط. أول مرة أشوف مراكب بتطير بالطريقة دي. ده كابوس أي حد بيسوق عربية على تلج، بس ربنا سترها. الشجرة اللي وقعت وراه دي سبب مخليني ما بسوقش عجل لحد دلوقتي. ايه لازمة الطعم لما يكون عندك ايدين بالسرعة دي؟ السمكة دي حظها وحش قوي وانها وقعت في طريق الراجل ده. عربية الرالي دي حظها حلو ان الفرامل كويسة، والا النتيجة كانت هتكون وحشة جدا. الست دي كانت على بعد ثانية من ان الشتاء يقتلها حرفيا. ايه ده كله؟ الراجل بيمسك فارغ الرصاص ولا كأنه بيلعب. الراجل ده اكيد حس بالحظ بعد اللي حصل ده، بس المرة الجاية ابقى البس خوذة بقى. الراجل حب يضحي بمستقبله في سبيل انه يلعب. انت شخص غريب على فكرة. الفيديو ده بيثبت ان الاباء هم الابطال الحقيقيين لولادهم. الراجل ده عدى كده وما حسش انه كان هيموت اساسا. جات معاكي حظ على فكرة. كأنه بيقول ما تجيش هنا تاني لو سمحت. نفسي اعرف انت فرحان ليه. مش بس معرفش يدخل الكرة في الجول، بس دخلها من ازاز عربية مفتوحة بالصدفة وهي معدية. ايه الحرفنة دي يا ابني؟ لما تكون عايز تنط اخر نطة في موسم الشتاء ومش همك ولا اي حاجة. الراجل ده كان يوم حظه ان الخشبة دي ما شقتوش نصين. لما ما تعرفش تسيطر على عربيتك في الملفات بس تصحي روح السواق اللي جواك في اخر لحظة. حد يعرف ازاي يغير عجلة معدة زي كده عشان مش عارفين نروح لو سمحت؟ بيقولوا ان كسر المراية بيعني 7 سنين من الحظ السيء، والراجل ده لحق حظه على اخر ثانية. بالنسبة للغزلان، العربيات عبارة عن حواجز في الأولمبياد. المعنى الحقيقي للفشل بنجاح. لو عندك المهارة دي في الحركة صدقني التزلج على اللوح ملوش أي لازمة. الست دي كانت محظوظة كفاية بسبب وجودها في مكان الكاوتش ما قدرش يوصلها فيه. لما تغلط انك تجيب جون بس تعمل حاجة أصح من الجون. أنا متأكد إنها كانت خايفة، بس القلق الصادر منها أكبر بكتير. أي نعم إنه وقع، بس أحسن من إنه يتشالب بالموتوسيكل ده كله. معرفش ايه احسن حاجة حصلت هنا من الاتنين، هل ان الناس دي موعدش عليها العمارة ولا ان الدفاع المدني معدي بالصدفة. تخيل مفاجأة الدب لما لقى شخص قاعد في مكانه المفضل. ايه البجاحة دي يا عم؟ صدقيني انت مش محتاجة لوح التزحلق ده تاني. الراجل ده اكيد ما كانش متخيل ان كرة تخبط فيه وهو ماشي في الشارع. اللي انت شايفه ده مش مراية، دول شخصين لعبوا في نفس الوقت. لو قصدها مش هيجيبها كده. هتديك ملك يا هتديك كتابة. كنت بقول كده قبل ما اشوف الفيديو ده. المفروض ترفع القبعة للمتخرجين دول على اللقطة السينمائية العظيمة دي.
لما تكون بتتشالف في المية ويجيلك حوت يقولك لعبني معاك يا عم. لو هتسوق بالسرعة دي يستحسن تكون عندك فرامل بالقوة دي. لو وصلت لحد هنا اعرف ان الفيديو عجبك، يا ريت تدعمني بلايك، ولو لسه ما اشتركتش على القناة اشترك وفعل الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا دايما. سلام.